انتصف شهر يونيو، شايفين انخفاضات في اسعار معظم الخضروات والفاكهه، طمنا كده مع ارتفاع درجات الحراره، هل هي السبب في هذه الانخفاضات؟ هو الاسعار كويسه دلوقتي، والحاجه هو عامل كده، الحاجه بتطلع كويسه وكتيره، يعني خير ربنا كتير. طمنا الطماطم احنا شايفينها نزلت الحمد لله، وان شاء الله تنزل اكتر من كده. لا الطماطم رخصت، وان شاء الله درجه الحراره دي هتخليها تنزل تاني اكتر ان شاء الله. الاسعار في قوطه افخم حاجه ب 20 جنيه، وفي الطريه شويه ب 12 جنيه. خيار بقى، طمنا على بقيه السلع اللي موجوده داخل المكان. وخيار الصوب حضرتك ب 22، وعندك البتنجانات، البتنجان العروس ب 18، البتنجان الرومي ب 12 جنيه، والبتنجان الابيض البلدي ب 12 جنيه، والاسعار كلها كويسه. بطاطس والبطاطس ب 15 جنيه التحميل فز اول. والبصل والثوم. والبصل ان شاء الله ب 10 جنيه، وفي بصل احمر برضه ب 10 جنيه، والثوم ب 40 جنيه. والكوسه. والكوسه ب 30 جنيه عشان درجه الحراره سويتها يعني غلت. خضروات الصيف بقى ايه؟ في باميه، في فاصوليا، في ملوخيه بلدي، كل حاجه يعني موجوده ان شاء الله. الملوخيه البلدي الكيلو ب 20 جنيه، والباميه ب 60 وب 70 احسن حاجه. عشان لسه نازله. عشان لسه نازله ان شاء الله. الفاصوليا الخضراء. لا الفاصوليا الخضراء عشان درجه الحراره مش موجوده. مش موجوده اصلا. مش موجوده والجزر. والجزر ب 25 جنيه كويس. يعني انت شايف من وجهه نظرك انت ان في انخفاض عن الايام السابقه بالنسبه للاسعار؟ لا في انخفاض ان شاء الله، وجوده الحراره دي هتخلي حاجه ترخص اكتر باذن الله. الفواكه بقى، وعلى راسهم التفاح المصري اللي الناس كلها منتظراه. التفاح البلدي موجود ان شاء الله ب 50 جنيه، والعنب ب 50، والعنب الاسمر ب 60. شايفين بشاير المانجا. وفي مانجا زبديه حلوه ب 60 جنيه. لسه نازله بقى. لسه نازله بشاير دي منين بقى؟ دي من اسماعيليه ان شاء الله، اسماعيليه. لسه بقى كمان هتنزل اكتر، وهتبقى في انخفاض في الاسعار زي السنه اللي فاتت. هو اسبوعين كده وكل حاجه ان شاء الله هترخص عشان جوده الحراره. شايفين نزول في اسعار الدواجن، طمنا كده الاول على الاسعار عامله ايه؟ الفراخ البيضاء مثلا بيبقى 82 84، البلدي مثلا 115 لغايه 120 كده، في بانيه 210 220. الاسعار يعني يوميا، ففي بس برضه نازله يعني غير قبل العيد، طبعا عيد لحمه، ففي عامه السوق فيه ركود يعني وكده، فالجو هادي شويه غير كمان درجات الحراره هل ممكن تكون ليها تاثير على الدواجن واسعارها؟ بيبقى درجه الحراره بيبقى عامه العرض بيبقى اكتر في الصيف، يعني بيبقى صاحب المزرعه ده بيبقى مستعجل عليه ان هو يبيعها، عشان درجات الحراره غير جو الشتاء، هي موجوده معاه بكره بعده مفيش مشكله، السعر مش عاجبه ما فرقش يوم او 2 أو 3، فدي برضه بتاثر، لكن هو غصب عنه عايز يبيع عشان يخلص، عشان في نافق كتير، فبيضطر يبقى فيه عرض، فبينزل الاسعار برضه بتاثر برضه. هل ممكن كمان مع ارتفاع الاكتر من درجات الحراره ممكن الدواجن تنزل عن كده؟ ربنا يسهل، بس هو برضو النزول زياده عن اللزوم برضو بيبقى مشكله برضو، يعني برضو المفروض ده برضو الراجل صاحب المزرعه ده هو يكسب واحنا نكسب والتاجر يكسب، لكن مش المستهلك اهم حاجه طب يستفيد برضو. المستهلك هتيجي برضو المستهلك، بس برضو في حدود معقول، يعني احنا هنيجي كلنا على صاحب المزرعه، انا ماليش دعوه، انا احط النسبه بتاعتي، التاجر يحط النسبه بتاعته، يجي بقى صاحب المزرعه ملوش دعوه، هو نصيبه، السعر اليومين دول عالي نازل معاه، هو اللي بيتضرر، فبرضه عشان يقدر يربي تاني ويكمل الراجل ده المفروض برضه يكسب.